التي تعنى بمجموعة من الفئات الاجتماعية غايتها الأساس تنمية العنصر البشري وتمكينه وإدماجه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. إلى محمد تروزي ومحمد شارة والتفاصيل. عملت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم التحدي بوجدور من خلال مرحلتها الثالثة عبر برنامجها الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة على إحداث 4 مراكز للتنشيط التربوي والرياضي، وهي مركز الإبداع والتنشيط التربوي بن خلدون، ودار الأجيال، والمركز السوسيو الرياضي للقرب، ومركز التفتح والتنشيط التربوي الأمان، جاعلة من العنصر البشري قطب الرحى والركن الركين في المسارات التنموية. أهم ميز برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة في هذه المرحلة الثالثة، وهو إحداث وتأهيل وتجهيز عدد من المراكز التربوية اللي هي مراكز ديال التنشيط وديال الإبداع والتفتح المدرسي، واللي لعبت دور كبير في استفادة عدد كبير ديال التلامذة، واللي الحمد لله تمكنا من تحقيق أعداد من الإنجازات على المستوى الجهوي ولا الوطني فيما يخص الفن التشكيلي، فيما يخص اللغات، فيما يخص كذلك مسابقة الصروبان وعدد من الأنشطة الموازية. مركز الإبداع والتنشيط التربوي ابن خلدون تم افتتاحه سنة 2020 ويستفيد سنويا من منحة للتجهيز والتسيير توفرها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مساهمة بذلك في تجويد الخدمات على مستوى هذا المركز وتنويع فضاءاته. مركز يستفيد من خدماته أكثر من 400 مستفيد ومستفيدة من فئة التلاميذ، مساهما في تعزيز الإشعاع الثقافي وتنشيط الحياة المدرسية. الأنشطة كلها لولا دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما كانت لتكون بهذا الشكل، واستطعنا أننا ننظم مسابقات جهوية واستقطبنا عدد لا بأس به من التلاميذ الذين لهم شغف في ممارسة أنشطة الحياة المدرسية، ووجدوا ضالتهم في مركز الإبداع والتنشيط التربوي بن خلدون، حيث أساتذة أكفاء يؤطرونهم في مختلف هذه الورشات. عندنا تلاميذ استطاعوا أن يحققوا مراتب متقدمة على الصعيد الوطني، لا في الفن التشكيلي ولا في الشعر الحساني ولا في الموسيقى. كما تم إحداث وتأهيل وتجهيز عدد من المراكز الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية هشاشة، حيث تم تأهيل وتجهيز مركز دار المواطن وإعطاء الانطلاقة لبرنامج الجسر للتمكين والريادة الذي يهدف إلى مواكبة النساء وتكوينهن على المستوى الترابي من أجل تحسين خبرتهن ومهارتهن في مجال المقاولة. كما تم إحداث مركز جديد سيعزز المنظومة المحلية من المراكز الاجتماعية، وهو مركز مواكبة وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة السلام، وتتنوع الخدمات والفضاءة المتواجدة به من فضاءة الاستقبال والاستماع إلى فضاءة التربية الخاصة وفضاءة التنشيط والتأهيل وفضاءة الترفيه الخاصة بالأطفال. كما استفاد النادي النسوي لالا مريم لتأهيل شامل لمرافقه وتجهيزه بمعدات حديثة، ويستفيد من خدمات النادي بعد إعادة فتحه في حلته الجديدة حوالي 40 رائدة يستفيدن من الخدمات المقدمة من خلال مجموعة من الفضاءات. سجلت في دار المواطن من أجل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، من أجل تحسين وضعيتي الاجتماعية والمادية. برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة أو الآخر عرف إحداث عدد مهم من المراكز، واللي تدخل المبادرة في هذه المرحلة الثالثة عرفت تدخل في 16 مركز اللي هي الآن الحصيلة ديال المراكز الموجودة بالإقليم، واللي هي كذلك لعبت دور كبير في إدماج عدد من الفئات، لا في حماية الطفولة ولا الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا كذلك عدد مهم ديال النساء اللي هما في وضعية هشاشة، واللي الحمد لله عرفوا عدد من التكوينات في هذه المراكز هذه، واللي مكنتهم من تحقيق تحقيق ذواتهم من خلال مشاريع مديرة للداخل، من خلال عدد من التكوينات اللي برزوا فيها وحققوا ذواتهم. مجهودات تبذل على أكثر من مستوى لتحقيق التقائية البرامج على مستوى إقليم بوجدور، والعمل على تأهيل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للفئات المستهدفة ضمن برامج ومخططات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ربورتاج تناول مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من بوجدور.